كاتش كادر في القلوب. 1997 سنة فارقة بالنسبة لمحمد فؤاد. هو في الفترة دي عارف انت بيضبش اصلا، اللي هو بيغني بس مش عارف هو يكمل في التمثيل ويجي معاه سكة او لا. كان خارج من كام فيلم كده التوقعات عالية بقى وبتاع، وانت فاهم النتيجة عاملة ازاي لما ترفع التوقعات. هو من بداية التسعينات أصلا وهو بيمثل القلب وما يعشق، أمريكا شيكابيكا، إشارة مرور، يوم حر جدا. فقال إنه لازم يشوف بقى هو يعمل إيه، لغاية لما حط حجر أساس الفيلم واللي سماه ساعتها اسم مؤقت، إسماعيلية رايح جاي كده مؤقت يعني، على بال ما يشوفوا اسم تاني أشيك. الأفلام في فترة التسعينات أصلا لها طابع خاص عن أفلام التمانينات. يعني لو بصينا على أفلام التمانينات بالنسبة لأسمائها، لا مش زيها خالص. العار، المتسول، الحب فوق هضبة الهرم، أهل القمة، خرج ولم يعد، زوجة رجل مهم. انما التسعينات بافلامها اسماء غير الحقبه اللي قبلها اصلا، وكذلك الالفينات برضو لها نظام تاني خالص. كل فتره بيحكمها قوانينها الخاصه، لازم تمشي وتواكب العصر. واسماعيليه رايح جاي في العموم نقله في السينما في مصر، وبالاخص اغنيه كمنان. احنا هنا رحنا من فتره سينما محمود عبد العزيز ومحمود ياسين وحسين فهمي، والجيل ده اللي جيل تاني خالص. كريم عبد العزيز، علاء ولي الدين، محمد هنيدي، محمد فؤاد، خالد النبوي، وانطلاق لبطولات شباب جديد بيمثل جديد خالص عن اللي الناس في الشارع متعوده عليه، باسماء معاصره برضه. يعني من هنا بدايه جيل جديد اصلا. وده اللي حصل بعد اسماعيليه رايح جاي. بعدها صعيدي في الجامعه الامريكيه، بطوله مشتركه جمعت اغلب الشباب في الوقت ده، اللي هي حاجه اصلا غريبه انهم يعملوا اول بطولتهم في وقت زي ده اصلا، وسط ناس كبار كانوا في وقت تاني في نفس سنهم اصلا لسه كانوا ادوار مسانده وما راحوش لبطوله. بس هم عشان ناس شاطره قدروا يثبتوا لنفسهم. اتعمل فيلم باسم مؤقت عنوانه اسماعيليه رايح جاي من فكره محمد فؤاد. الفيلم اكيد انت عارف قصته، بس جوه الفيلم في اغنيه غريبه كده بتعلق في الدماغ اسمها كمنان. محدش يعرف يعني ايه اصلا كمنان، هنكتشف دلوقتي مع بعض ما تقلقش. اغنيه مكونه من كمنان وفي 12 سطر بس مفيش فيهم الكلمه دي. ما هي دي تقسيمه اي اغنيه اللي لازم، واكيد اي اغنيه تعتمد على شويه حاجات فيها عشان تبقى اغنيه اصلا. هي التقسيمه مش ثابته، بس لازم يكون فيها انترو او مقدمه الاغنيه، وبعد كده فيرس او اللي المذهب اللي الاغنيه بتتكلم فيه ايا كان على ايه يعني، وبعد كده كورس وخاتمه او الاوترو للجماعه المثقفين يعني. كورس يعني ايه كورس؟ بص، الكورس ده اللي بتتكرر فيه كام كلمه كده او كام سطر من الاغنيه. الحته اللي اسمها الكورس دي اهم حاجه في الاغنيه اصلا. التكرار في المطلق بيخلي الحاجه مألوفه، في المزيكا هتفضل مستني الحته دي عشان تتعاد. الكورس بيفصل الاغنيه عن بعضها، تحس الفنان بياخد ريست في الحته دي، هو شقان وبيغني طول الاغنيه. الحته دي هو قالها من شويه اصلا، هياخدها كوبي ويحطها في الحته اللي عليها الدور بقى. ممكن يقولها بنبره تانية عادي، بس الاحسن ان يقولها بنفس النبره اللي قال بيها قبل كده، عشان الودن ما تحسش ان الحته دي غريبه، عشان تعلق مع الواحد ويفضل يسمعها. هتلاحظ الموضوع ده في اي اغنيه نجحت اصلا، ان في حته في الاغنيه هي اللي مميزه وبترددها دايما، زي اغنيه مخصماك مثلا. كورس برضه، ودورك جاي، وكيف كده، والومك. هتلاحظ ان الاغنيه بتتسمى على اسم الكورس اصلا، فعشان كده بيبقى في اهتمام زياده من مؤلف الاغنيه بالمقطع الصغير ده، وكل لما كان صغير بيبقى مميز ويعلق مع الناس اكتر. زي اغنيه الجميزه مثلا، كلمه واحده انت ممكن تكون مشغل الاغنيه عادي وما تغنيش معاها، بس تيجي الحته المنتظر اللي اسمها الكورس تقوم مره واحده وتهايب وبتاع. يمكن الكورس اللي بيحدد نجاح الاغنيه اصلا. ده غير ان الكورس لازم ياخد كل الاصوات اللي مستخدمه في صناعه الاغنيه دي اساسا، وتتحط بقى في البروجكت ده، من ميلودي لليدز الباك اب لصوت ستيريو لصوت مونو. بص، استخدم كل اللي موجود في البروجكت في الحته دي. اتعملت اغنيه كمنان على مذهب الاغاني العادي اللي في الكورس، اللي كان بيقول كاتش كادر في القلوب. هو السطر ده مش مفهوم اصلا وملهوش تفسير، هنعرف ليه دلوقتي. بس هو يعني ايه كمنان من الاخر كده وعلى بلاطه؟ هو سين بس يعني. بص كده على ايد هنيدي لما محمد فؤاد بيساله نفسك في ايه؟ نفسك في ايه كمنان؟ هنيدي بيعمل كده بايده اللي هو عايز فلوس يعني. رجع سأله تاني تحلم بايه؟ تحلم بايه كمنان؟ قام قايل له كمننا برضه، بس المره دي ايده وكانه بيحرك دركسيون عربيه، اللي هو عايز عربيه يعني. ما هو مش كل شويه هيقول له عايز فلوس عايز عربيه، هيطلع بره القافيه كده والاغنيه مش تبقى مظبوطه. ورجع سأله تالت، قام قايل له برضه كمننا، بس بيشاور كده، انت فاهم هو عاوز ايه يعني. فده سين بينهم يعني، ومش ده المعنى الوحيد يعني، في معنى تاني برضه. مين اللي كتب الاغنيه دي؟ الشاعر عنتر هلال. تعال كده نبص بصه بسيطه على اغانيه عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ لاش قلبي ما يوعاش، سوري ماما. شاعر عنتر هلال دايما تلاقيه مستخدم في الاغاني اللي بيكتبها اسلوب السهل الممتنع. الموضوع بسيط، ما تضايقهاش على نفسك كده، فك. ده غير انه برضه تلاقيه متاثر ومايل كده انه يخاطب الاطفال ويدلعهم. في اغنيه سوري ماما مثلا هو برضه استخدم اسلوبه اللي هو بيهاوده وخلاص. برضه في اغنيه البنات بتحبك اللي هو صباح الفل يا عم حسام، انت كل البنات اللي في العالم بتحبك يا عم. في اغنيه كمننا هنيدي بيقول انا نفسي ابقى نفسي واد حبيبي وبيه ومعايا فلوس كتير 30,000 جنيه. انا نفسي القى نفسي واد حبيبي وبيه ومعايا فلوس كتير 30,000 جنيه.
مفيش رقم اسمه 30000 جنيه اصلا، ومفيش حد هيقول كده برضه، بس دي كلمه ممكن تكون متوارده بين الاطفال، ممكن تلاقي اخوك الصغير بيقولها لو الاغنيه اتقالت قدامه هتعلق معاه لان الكلام سهل بالنسبه له يعني. وبالنسبه للاطفال فكلمه كمننا لو على لسان طفل لسه ما بيعرفش يتكلم قوي ممكن يقولها بدل كمان مره، اللي هو بيهاوده برضه وما بيزعلوش يعني. ويمكن سبب من اسباب نجاح اغنيه كمننا انها بتحكي اللي هو انا نفسي. مين فينا مش نفسه في حاجه؟ اكيد كل الناس نفسها في حاجات، واللي نفسه يبقى بيه، واللي نفسه يجيب عربيه، واللي نفسه في الكمننه اللي هي الفلوس يعني الكتمنص. برضو الاغاني اللي بتحكي للمستمع واللي فيها نوع من التمني يمكن ده اكتر حاجه بتلمس اللي بيسمعها، لان هو في الكام دقيقه دي بيشوف فيها نفسه من امال لامنيات لاحلام اللي هو اصلا نفسه يحققها، والامانه دي بتفضل في دماغه هو بس. ما هو مش هيروح لواحد صاحبه يصحيه من النوم يقول له انا نفسي اعمل واعمل، لكن ممكن يسمع اغنيه بيتقال فيها اماله واحلامه اللي عايز يحققها او اللي بالفعل حققها اصلا، فهو كذلك هيشوفها اتحققت بالنسبه له كمستمع في رحله قد كام دقيقه بس. طول الرحله الدوبامين هيفضل فوق، الاغنيه تخلص هوب الدوبامين ينزل تاني ويرجع للواقع بتاعه. ولو هو عايز يحزن برضه ويزعل هيشوف في نوع تاني غير اغاني اللي هي من نوع كان نفسي، هيسمع الفنان اللي بيحكي عن المحبوبه اللي هجرته وسابته وسط اماله اللي كان بنى عليها القصه بتاعته والاحلام اللي كانوا راسمينها سوا وانتهت نهايه مأساويه مش مرضيه بالنسبه ليه. والمستمع مهما يحكي عن مأساته لصاحبه ممكن يعتبره بيبالغ، وممكن كمان يقول عليه اتنشن، فيسمع اغنيه من النوع اللي فيها عتاب اللي هو مش هيقدر يعمله. ما هو مش هينفع يعاتب المحبوب عشان سابته، كده مش فير يعني. هي مشت بمزاجها، مش هينفع يروح يقول لها انت مشيتي من حياتي ليه، فهيعملها في مخيلته، هو هيكون مرتاح. واغاني برضه من نوعيه الكارما اللي هو لما المحبوبه سابته لاي سبب من وجهه نظره انه خارج ارادته ملوش دخل فيه، فهي رجعت تاني ليه بقى بعد لما بقى معاه مصاري كتير، وهو بقى بيقول لها لا ابعدي خلاص بقى وبتاع والكلام ده، وحب مين يا بنت الجو ده. الكلام ده طبعا ما حصلش، هو لسه قاعد مكانه اصلا بيسمع الاغنيه، بس مش مهم، المهم انه يحس بالكرم وان كرامته رجعت له تاني. الاغنيه تخلص كذلك برضه الدوبامين بعد ما كان فوق هوب ينزل ويفوق بقى، او يمكن يسيبه من كل ده ويعمل اغنيه بنفسه، يحكي للورق بتاعه، يكتب بقلمه وعن قلمه، فاهم؟ هو مش هيعرف يحكي ده للناس، هو ممكن يكون انطوائي شويه بالنسبه للناس بس مش هيبقى انطوائي قدام الورقه، هو هيمسك القلم ويحكي عن قلمه. وعشان كده بنلاقي الجيل الجديد دايما كلامهم عن المحبوبه وان هاجرته، ده في اغلب الاغاني يعني مش في العموم. اكيد هتلاقي اغاني من انواع كتير، بس بتكلم على الاغاني اللي فيها عتاب للمحبوبه. هو اصلا في سن الشباب نفس السن اللي احنا فيه، اكيد كل واحد فينا مر بقصه مأساويه من اللي هي القصه الريليشن شيب اللي هي المستحيله اصلا، بس الواحد كان بيكابر ويقول لا هينفع. فما تقلقش يا صاحبي، والله كلنا عدينا بنفس التجربه الزفت اللي انت عديت بيها وتقريبا بنفس التفاصيل بتاعتها، لان كل واحد فينا ما كانش في الوقت ده في دماغه اي حاجه غير الملذات وانه يرضي نفسه باي طريقه ويعلي هرمون الدوبامين عنده شويه عشان يحس بسعاده، بس تحت اي مسمى وقتها ما كانش في دماغك تعمل ايه، المهم تحس احساس الدوبامين، تحس بالسعاده بس. فما تركزش على الماضي وخلينا في دلوقتي، عدى يا صاحبي. المهم اغنيه كمننا في ناس شافت في الفتره دي ان ده اسفاف، بس بعدها بكام سنه الاسفاف بتاع زمان اللي كانوا بيقولوا عليه اسفاف بقى كلاسيكيات دلوقتي، وظهر كلام تاني بيتقال عليه اسفاف وانحطاط، وكمان 20000 سنه اللي بيتقال عليه اسفاف دلوقتي هيبقى برضه كلاسيكيات. وبس كده، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب، مش هيحصل اي حاجه خالص، ولايك وكومنت وبس. يلا صباحكم ومساءكم لذيذ.